بمتحف الحضارة يلي شهد على انطلاق الدورة ال11 من مهرجان همسة الدولي للأداب والفنون، ويلي حملت اسم الفنانة سهير المرشدي تكريماً لمسيرتها الفنية الطويلة بحضور عدد كبير من نجوم الفن. في خناقات حصلت في لجنه التحكيم، ناس السنه دي تحديدا الدراما كانت غنيه بشكل غير عادي، وكان في ناس مبهرين. بمتحف الحضاره المصريه تم تكريم العديد من النجوم عن اعمالهم، مثل الفنان طارق لطفي والفنان محمد ممدوح، وكل من النجمات حنان مطاوع، سوسن بدر، سماح انور، عبير صبري وغيرهم الكثير. سعيده جدا طبعا ومتشرفه جدا، ويعني فرحانه انه كمان عن مسلسل عزيز عليا جدا اللي هو الصندوق، كان في رمضان اللي فات. فرحانه جدا بصراحه. وانت مستنيني عشان اقول لك ان انا محتاجه حاجه؟ ايه يا حبيبي، مش شايف ان انا تعبانه؟ حسيت بس ان انا ممكن اموت يوم ما اقوم عليا في الشارع وقعت. التكريم ده حاجه كبيره جدا وانا بتشرف بيها وبحبها جدا طبعا، لان هي بتدي للواحد احساس ان هو قدر ان هو يوصل للناس اللي بتتفرج. هي التكريمات والجوائز اللي بتيجي للمسلسل والتأثير بتاعه ده بيدل على أهمية الفن، هو ازاي الفن مهم، ازاي الفن بيقدر يأثر في الناس. 3 أعمال السنة دي: الصندوق والأجهر واللعبة. يعني الناس مشكورين، الجمهور عجبوا الشغل يعني الحمد لله. تكريمنا عن عمل درامي جميل، هو مسلسل جميلة اللي اتعرض في شهر رمضان، وأنا فرحانة جدا لأن أولا أنا مرتبطة نفسيا جدا بشخصية نرمين عبد الحميد اللي أنا قدمتها في مسلسل جميلة، ومبسوطة لأنه أنا خدت النجاح أصلا من الجمهور. أنا عايزة أعرف أنت ما وديتنيش المستشفى ليه؟ وليه ما خلتنيش أبلغ عنها؟ هو انت لسه بتخاف من الزفته دي؟ الحمد لله انا النهارده من المكرمين، من الوجوه الشابه المكرمه عن مسلسل كشف مستعجل في رمضان اللي فات، احسن ممثله شابه كوميدي. فانا مبسوطه جدا جدا بالتكريم ده، وبهديه لبابا الله يرحمه، وبقول يا رب يا رب ان انا ابقى ربعه ولا ابقى اي حاجه منه يعني. كما انه الموسيقى التصويريه لمسلسلي الكتيبه 101 وجعفر العمده جلبوا جائزه لصانعها. الموسم كان مختلف الحمد لله، كان بالنسبه لي كان ناجح لان العملين انا بالنسبه لي مهمين. عمل قومي جميل انا كنت حابب ان انا اعمله، الكتيبه 101. بالنسبه لجعفر العمده طبعا الحمد لله مسلسل ما فيش حد في الوطن العربي ما شافوش، فالحمد لله تمام يعني، كان حاجه جميله جدا. في تعامل على الكمين، محتاجين دعم. الدعم بيتحرك لكم من الكمان اللي حواليكم ومن القطاع. بعدين سيادتك اللي واخلت فين؟ كما انهم خبرونا عن اعمالهم القادمه. الفتره اللي جايه بنعمل 1000 ليله وليله على لرمضان الجاي ان شاء الله. بصي انا بصور مسلسل السجل الاسود مع المخرج جميل مغازي، ان شاء الله هيبقى الدور مفاجاه، دور زينب ده بصي مش هحرق الدور، بس انا شايفه ان هو يبقى نقله في حياتي. انا عندي حاجات، انا عندي سينما، فيلم الورقه الثالثه، وعندي مسلسل تعويذه رشيده، وعندي مسرحيه. دي اكتر حاجه الناس هتشوفني فيها، لان المسرحيه خلاص انا بعرض ان شاء الله خلال اسبوعين 3. ان شاء الله في حاجات لطيفه قوي وحلوه قوي والناس هتتبسط بيها قوي يعني.